مشكله، لان في اوقات كتيره جدا الدايفرز او المبتدئ للغوص او اللي بيعمل جوله في البحر معاك ما بيبقاش ظابط موضوع المقاسات. ممكن يكون سوري في الكوتش 42 43 في الزعانف في الرجل الوضع التشريحي بتاعها عنده الكعب عالي شويه، حاجه من هذا القبيل. لكن كلنا عارفين ان المقاس بتاخد مقاس الشوز بتاعك. لو اتحركنا وشفنا الاستهات زي قدام حضراتكم اللي هو الجاكيت معاد الخط لازم يتعلق بشكل كويس، المنظمات تكون بنظام وبهذا الشكل بعد الغطسه. لو جينا عند منطقه البدل لازم كده حضرتك واقف تمام ان تحلل وش الظهر يكون الحل التحليه مظبوطه. حضرتك ما ينفعش تعصر البدل بتصرف ميه لوحدها. هتنزل حد بسلوبيتا وجاكيت تعرف ان انت هتزود في الرصاص، لان كده انت عندك اضافه الحمالتين دول والجزء ده، فلازم تعرف ان هنا مش بدله قطعه واحده، يعني القطعتين بتختلف في قيمه الرصاص. بالنسبه للسيديهات حضرتك اللي انتم شايفينها دي كلها انت خلصت الغطسه بتاعتك لازم تحلها كويس وتدخل ميه من المنطقه دي، تضغط هنا وتدخل ميه وتنظف زي ما انتم شايفين. الحاجات دي كلها حاجات بديهيه خالص المفروض عليا ان انا عارف الحاجات دي وواثق تماما ان انا حفاظي على المعدات، حفاظي على المهنه بتاعتي، لان حفاظك على مكانك بيبقى حفاظك على الحاجات كلها. بالنسبه للاسطوانات في ناس تقول ما بتحلهاش، لا احنا بنحل الاسطوانات لازم تتحلى لان دي حاجه اساسيه عندي، وبعد ما بتتحلى برضه لازم تتنشف كده ونطلع نوديها المكان بتاعها. بالنسبه للماسكات انا عن نفسي عشان الماسكات شايف ان بعض المتعلمين بيبقى عندهم جزئيه من الاستقطاب، ممكن تلاقي الماسك مرمي في مكان ممكن تنساه كده، فلازم يبقى قايل له في 5 حاجات يبقى انت عارفهم في الشنطه بتاعتك او في البوكس. الحاجه الاولى السوت اللي هي البدله، رقم 2 تبقى عارف فيه البي سي دي، وقلنا وشرحناه قلنا البي سي دي اللي هو البونس كنترول ديفايس، وبعد كده قلنا الريجليتور المنظم، والفينس اللي هي طبعا الزعانف، واخر حاجه الماسك. زي ما انتم شايفين حضراتكم قدامكم اهوت، هشوف الكاميرا تجيب لحضراتكم الحاجات اللي قدام حضراتكم دي حفاظك عليها. قلت وبعيد تاني لكل المتعلمين، ممكن مش في كل الكورسات تلاقي حد يشرح لك الحاجات دي كلها، لان اوقات كتيره بيكون الوقت ضيق، لكن انا بقول لحضرتك زي ما بتتعلم في الوان ستار او في الاوبن